السلام عليكم، وحشتوني جدا جدا جدا. يا رب تكونوا بألف خير. جيت النهاردة بفيديو جديد، فيديو مليان حماس وتفاؤل وأفكار جديدة وحصرية ممكن تكون لأول مرة تسمعيها. قبل ما نبدأ الفيديو متنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب. يلا نعمل شير لكل أصحابنا وقرايبنا علشان قناتنا تكبر بيكم. يلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول الله ونبدأ بقى الفيديو بتاعنا ونقول يلا بينا. اوقات كتيرة لما بنيجي نعمل السمك البلطي بتلاقي فيه سمكية وسمكية كده طعمها حلو جدا، وسمكية بتحس ان هي يعني مسخة شوية او طعمها مش حلو قوي زي التانيين. مهما تعملي لها تتبيلة وتكون التتبيلة حلوة وخطيرة، بس في فرق ما بين السمكية دي والسمكية دي. تعالي هقولك هنعرف نفرق ازاي ما بين السمك الحلو والسمك اللي طعمه مش حلو من قبل ما نشتريه. بصي الفرق ما بين السمكتين وانا ماسكاهم على ايدي. في فرق. السمكية اللي هي تحس ان هي مسحوبة دي، اللي هي مسحوبة دي بتبقى طعمها ماسخ، لكن اللي هي بتلاقيها عريضة كده ومبطرخة شوية تحس ان هي نازلة بدوران، دي السمكية اللي يبقى طعمها حلو جدا. وبياخد فيها اي تتبيلة انت بتحطيها مهما تكون التتبيلة خفيفة او التتبيلة بتاعتك مش واصلة ليها، بس بيبقى طعمها حلو. لكن اللي هي المسحوبة دي بتبقى السمكية طعمها ماسخ شوية. تاني فكرة هنعملها مع بعض. احنا دلوقتي في ظل ظروف الغلا والحاجات الغالية جدا اللي احنا فيها، هنعمل مع بعض بديل الملمع بتاع الخشب. عندك فكرتين، يا اما زيت زيتون وشوية مية وترجيهم وترشي بيه الخشب بتاعك هيتلمع معاك وهيبقى حلو، لكن زيت الزيتون برضو غالي. فعندي الفكرة بتاعتي ان انت بتجيبي يا اما فازلين، يا اما زي ما انا وريتك كده الملمع ده بتاع الشعر عادي، ملمع زي الفازلين، ريحته حلوة وبيدي كمان ريحة للخشب بتاعك. يا دوب اخدت حتة على طرف صباعي ولمعت بيه الخشب. بصي الفرق ما بين الخشب في الاول والخشب بعد ما اتلمع. بصي الجزء كمان اللي هو فضل من تحت اللي كنت بوريك الفرق ما بينهم، يا دوب مسحت ايدي باللي كان فاضل فيها. بصي الفرق ظهر ازاي. في اوقات كتيرة لما بنيجي نطبخ بتطلع البصلاية كبيرة على الطبخة، فبناخد منها جزء والجزء التاني بيفضل، يا اما بيترمي يا اما لو قعد او فضل تاني يوم بتلاقي الطعم بتاعه وريحته غيره. فالافضل ان احنا نشتري البصل اللي هو يا اما يكون صغير يا اما يكون وسط. طيب انا ما لقيتش في السوق غير البصل الكبير، اعمل ايه؟ تعالي هقولك هنعمل ايه. شايف الجزء اللي هو من فوق ده، الراس بتاعت بصلايه، ما تجيش جنب منها خالص، ما تشيليهاش بالسكينه. لما تيجي تاخدي وحسيت ان انت مش محتاجه البصلايه كلها، خدي من جنب الراس، خدي الجزء اللي انت هتحتاجيه، والجزء اللي هو هيفضل معاكي هاتي كيس او ستريتش راب ولفيه فيها، حطيها جوه التلاجة، هيفضل معاكي سواء استعملتيها بعد يوم او يومين هتطلعيها عادي. تشيلي بيدوب الجزء الخفيف اللي موجود من فوق وتستعمليها، طعمه وريحته مش هيغير، وبكده انت هتكوني وفرتي ومهدرتيش في البصل. هنيجي بقى للفكرة الأساسية بتاعتنا بتاعت الفيديو بتاع النهاردة. عندي المشابك. يعني احنا أغلبيتنا بيعاني من موضوع المشابك. أنا أول واحدة كنت بعاني من المشابك دي. مجرد ان أنا أجيب المشبك من هنا أجي أحطه على المنشر، طق لقيت كسر ووقع مني وقسم كده نصين وينزل في الشارع. فما بياخدش معايا حاجه، المشابك دي بتترمي على طول، وخصوصا المشابك الكبيره الخشب دي ما كنتش بحب استعملها. بحب استعمل المشابك اللي هي الصغيره الزان دي. بس مشكله المشابك الزان ان انت لو حبيتي ان انت تحطي حاجتين فوق بعض بيبقى صعب ان انت تدخليه او ممكن برضو يتكسر منك. فلما بعت يحيى عشان يجيب لي المشابك، جه قال لي يا ماما عمو قال لي خدي المشابك دي. قلت له يا يحيى انا ما بحبهاش، مين قال لك تجيبها؟ انا قايله لك هاتي المشابك الزان. قال لي يا ماما عمو قال لي خدي المشابك دي وقول للماما قبل ما تستعملها تحطها في ميه مغليه، تغلي شويه ميه وتحطهم فيها، وبعد كده تحطهم على المنشر تسيبهم ينشفوا في الهواء. قلت هو بيستعبطني ولا ايه بالظبط، ولا عايز يبيعه وخلاص؟ لان المشابك غليت غاليه جدا. يعني يحيى جايب لي الدستة دي ب30 جنيه. قلت خلاص انا هجربها واشوف. وفعلا استعملتها اول مره، حطيت المشابك وسبتهم كمان في الميه المغليه على البوتاجاز شويه في الحله، وسبتهم لحد اما لقيت الخشب بتاعهم كده طلع زي نساير، وبعد كده طلعتهم من الميه السخنه وحطيتهم على المنشر. فالمشابك الصراحه قاعده لحد الان بستعملها زي ما هي كاني لسه جايباها بالظبط، مفيش ولا مشبك منها اتكسر. فعشان كده الفكره دي عجبتني وقلت ان انا ايه اعمل بيها فيديو يمكن تستفادوا منه. وعرفت السبب.
السبب في إن الجزء اللي هو الحديد اللي موجود جوّه المشبك ده بيصدّي، فبيخلّي الجزئين الخشب بيمسكوا في بعض. فاكرين زمان لمّا كنا بنستعمل الغسالات العادية والهدوم كان بيفضل فيها المَيّة، المشابك دي ما كانتش بتتكسر، علشان خاطر برضه الجزء اللي هو الحديد ده كان بيصدّي وكان بيمسك في الجزئين الخشب اللي موجودين. فبالطريقة دي مش هتضطري إن أنتِ كل يوم والتاني تشتري مشابك، وهيوفّر معاكِ. لو وصلتِ معايا لحد هنا في الفيديو وحسيتِ نفسِك إن أنتِ استفدتِ حتى ولو بفكرة واحدة من الأفكار اللي اديتها لِك، يا ريت ما تبخليش عليَّ كده باللايك والشير وسبسكرايب، يا ريت نشيّر الفيديو لكل قرايبنا وأصحابنا علشان القناة تكبر بيكم. مع السلامة.